تعرفون قصة عمر بن الخطاب انتم معاه لما جاء يزوج بنته حفصة، مات زوجها. حفصة كانت صغيرة، قال لازم ازوجها، فقال بروح لابو بكر. جاء لابو بكر السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال ابو بكر عندي بنيتي حفصة ودي ازوجك اياها. قال والله اسمح لي انا مالي في العروس انا. يعني تأثر، اقول لك ازوجك بنتي تقول لا. قال بروح لعثمان بن عفان. يقول رحت لعثمان، عثمان يستحي. قال يا عثمان. قال نعم. قال اني اعرض عليك حفصة. قال عثمان بفكر 3 ايام. يستحي يقول لا مباشرة. قال 3 ايام ترى بدورك. يقول عمر. قال 3 ايام اعوذ لك ان شاء الله. يقول جلست اليوم الاول، الثاني، الثالث، ما جاء عثمان. رحت ادوره في البيت ما لقيته، ادوره في السوق ما لقيته. يقول يوم جيت قالوا تراه في المسجد. يقول يوم اقبلت على المسجد الا عثمان بيطلع، يقول شافني رجع. يقول يوم رجع وكبر الله اكبر. يقول عمر قعدت قاعد لان اشوف ايش وراك. يقول اسمع يقرا في سورة النساء طول. يقول يوم سلم قلت له رضي الله عنك يا عثمان، جيتك قلت لك بزوجك، قلت 3 ايام، يوم شفتني هجيت ودخلت وتصلي بعد. قال والله ما ابغى اتزوج. قال فارغ. يعني هال 3 ايام ليش؟ غضب عمر. راح عمر رضي الله عنه الى من؟ الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله اني اشكي اليك ابا بكر وعثمان. فقال اني اتيت ابا بكر فعرضت عليه حفصه فاعتذر، يعني خاف ان بنته فيها شيء. وجئت الى عثمان وقال لي اعطني 3 ايام افكر. ويوم رجعت له مرة ثانية شافني دخل المسجد وكبر وتركني، ثم اعتذر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابشر ابشر يا عمر، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، وتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. من اللي خير من بكر وعثمان؟ قال انا اتزوجها يا الله. هل تقبل بي نسيبا وصهرا يا عمر؟ وش هالنسب العظيم. وطلع عمر مبسوط. يوم طلع عمر شاف ابو بكر وعثمان فدروا انه درى. قال انني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشتكيكما وحصل كذا. قال له ابو بكر وعثمان والله يا عمر انك عرضت علينا حفصة وهي من خيرة النساء، من خيرة البنات، لكن كنا قبلها بليلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فاستشارنا في حفصة، كان ياخذ راينا وش رايكم اخذها ولا ما اخذها؟ فخفنا ان ابدينا سرا له قد انزل الله فينا قرآن الى قيام الساعة.